أما أخواتكم النساء فحدث ولا حرج. ولا مرية جتي امرأة وسألتني سؤال ارتاح به، هذا علم محمد عليه الصلاة والسلام بأحكام النساء، يعني حدث ولا حرج. يعني تدرون مسألة وحدة بأحكام النساء، ماذا يرى الخاطب من خطيبته؟ شي يشوف؟ شنو له حق يشوف؟ 7 آراء موجودة عند أهل العلم بس بهاي المسألة، 7 آراء. ما عندنا أخواتنا النساء غير حلمت وشفت، ولن حية تركض وراي، ولاني واقع بنقرة، ولن شلب يركض. يعني قابل مفسر أحلام أني يعني شغلتي اصلا تفسير الاحلام حتى مو فرع من فروع الفقه ولا له علاقه يا اخي. ناس هذا الى ناس اللي يفسرون، مو اني، مو شغلتي انا افسر احلام. حلم محمد. يعني شوف واحد من علماء العربية اسمه الكسائي عنده 10 كتب او اكثر، يقول اموت وفي نفسي شيء من حتى ما يدري بها، حرف جار تنصب لو ترفع ما يدري بها، يقول حيرتني بس بحتى دايخ. الإمام السيوطي رحمة الله عليه مؤلف 460 كتاب، نصها في أحكام النساء، الحيض، النساء، النفاس، شو تسوي المرأة إذا جاء الحيض بقصر نهار رمضان، أحكام النساء متروسة بها الكتب. جايتني بهالسؤال هذا التافه، شغلتي أنا في أحلام أخي. يعني حتى رب العالمين جل الله شوف بالقرآن في سورة الكهف يقول سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم. انت لا تدوخ بالاسماء والمسميات والكلب مال من ومن ال7 وشنو اسمه، لا تدوخ بيها، هاي مو شغلتك. انت شغلتك شباب طلعوا من القوم مالتهم موحدين والله انقذهم. دور على الزبدة يا أخي، جايز تدور لي بتوافه الأمور. والجهل شلون يصير؟ وهنالك جهل الضلال